السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مع وصفات أمينة جبت لكم وصفة تقليدية جزائرية اللي هي المسمنيات بطريقة رائعة وبطريقة جد سهلة بدون تعب ولا جهد، يعني بلا أن الطريقة اللي كنا نستعملوها من قبل نعجنوها ياسر ونبقى ونعجنو ونعاودو وتعبنا. نجيو لنا للمقادير، نعملو أي كيلة تحبوها، يعني كبيرة ولا صغيرة. درت كيلة فرينة وكيلة دقيق، هنا دقيق ضروري يكون نوعية ملاحة، دقيق الرطب هذاك اللي فيه العالق، والفرينة تاعنا النوعية الممتازة اللي مالفين تستعملوها انتم، اي ماركة مالفين تستعملوها. هنا انا استعملت لابيل، هنا بسست بنص كاس تاع زيت، ونبقى نبسس هذيك العجينة ونخلط الزيت مليح في الفرينة والدقيق. فوالا، ومن بعد نجيبو هنا الخميرة، نديرو مغرف كبيرة وربع. هنا ضروري تكون نوعية الخميرة تكون من النوعية هذه اللي تطلع مليح ويعني ما تطولش وتغبنكم. هنا عملت مغرف وربع كما قلت لكم. والخميرة نعطيكم فكرة، الخميرة لازم ما تفرغوهاش في الباطة ولا في البلارة تاعكم، ما تفرغوهاش، خليوها في الساشي تاعها، حطوها غير في البواط تاعها وخليوها، لانه الفرينة الخميرة عفوا اذا قاسها الهواء راح تفزد وما توليش طلع مليح كيما وهي مقفولة. فوالا، حطيت الخميره مغرف وربع، نعاود لكم حطيت السكر مغرف كبيره، وحطيت الملح عينيكم ميزانكم كيما ما فين تحطوا يعني في الكسره، وحطيت هنا بيضاء، ونبقى ودفيت شويه ماء وزهر، ونحل هذيك العظام نحلها بيديا باه تتحل، ما تكركبليش العجينه، وتذوب الفرينه، تذوب الخميره عفوا، ونخلطو مع الفرينة والدقيق. فوالا، ندوبوها مليح ونبداو نخلطوها مع الفرينة والدقيق. هنا يعني ما ديروهاش يابسة، لازم تكون طرية، تبقاو غير تزيدوا الماء بالعقل حتى ما تجيكمش يعني طرية ياسر وما تجيش يابسة، تجي ملاحة برك. هاني نلم في العجينة هنا كيما راكم تشوفوا. هنا البنات هذه الوصفة ماما كانت تعملها غير بالدقيق الرطب وتعجنها، يعني كانت تعجنها ياسر ياسر تعبها في العجين. انا حبيت ندير الوصفة هذه نجربها، كي جربتها شفتها صلحت وجات ملاحة، حبيت نحطها لكم تجربوها انتم تانا بلا ما تتعبوا في العجين تاعها وتدي لكم وقت ياسر. هنا بعد ما لميتها نبدا غير نريق فيها بالماء والزهر هذاك الدافي اللي بليتو بها الخطرة الأولى، ونبداو نعجنو فيها، نريقوها غير هكا شوية، وتعجناها من با 5 دقائق، يعني ماشي كما الطريقة الأولى اللي تعجناها وتخافي لا تقطعي العجينة. هنا أعجني عادي، يعني احنا السر تاعنا فيها هي كي تطلع لنا. هنا حبيت نعجنها باه نطراها شوية وتساعدني في التقراص تاعها. انا ما حبيتش نحيلكم هنا الخطوات، خليتها كامله تاع العجين باه تشوفوا بركه، يعني ماهيش راح تديلكم وقت 5 دقائق وبركه. فوالا، فوالا، ومن بعد هنا بعد ما طريتها شوفوا كيف ما تطراش ياسر ياسر. فوالا، وندهنوا يدينا بالزيت، وندهنوها هي من الفوق بشويه زيت ومن التحت، ونغطيوها بساشي هكا، ونزيدو فوقها سيرفيات ونخلوها حتى تطلع
بعد ما تطلع وتزيد تهبط نديكازيوها ونزيدو نخلوها تطلع وتزيد تهبط يعني، ونبداو نخدمو فيها كيما تشوفوا درتها كريات صغار. هنا نعطيلكم الطريقة تاعي السهلة يعني هنا تاع تقراص تاعها. هنا كي تعودوا تعملوا فيها وتحلي العجينة لازم تعملها كاري مستوية هكا كاري. هي هذه طريقة تاعي احسن من الطريقة التقليدية تقبل، مع اني دوكا نجرب لكم كعبة تاع طريقة تقليدية وتشوفوا. هكا لازم نخدموها بالقراص ونسويوها بيدينا. ودايما يكون الزيت قدامكم باه يساعدكم مع حلان العجينة. فوالا ونحلها بالجرارة ونحطها في المقلة تتقلى. هنا كاين اللي يحبها صفرة وكاين اللي يحبها حمرة، كل واحد كيفاه يحبها، انا نحبها حمرة طايبة. هنا نعمل لكم الطريقة تقليدية. نحلو العجينة بالزيت، هنا درتها غير بيديا ما عملتهاش بالقراص، حاولت نعملها لكم كما طريقة امي وجميع امهاتكم. فوالا انا هذيك قلت لكم اعملوا لازم نوعيه ملاحه تاع دقيق باش ما تتقطعش كي تحبوا تعملوها كيما هذه الطريقه مش راح تقطع لكم خلاص. ولا نلواها ونحاول نزيد نعملها كاري كيف قلت لكم. الطريقه الاولى اللي خيرتها انا احسن يعني مش راح تعبكم ياسر ولكم الاختيار. فوالا نحطها تتقلى. هنا كي تشوفوها تنفخت كيما هكا اعرفوها باللي راهي ناجحه. هنا بعد ما طيبت كامل الكمية تاع العجينة هذيك واش راح نقول لكم جات هشوشة تهبل. هنا ماما كانت تعسل لي فيها وتعمل لها جنجلانية ربي يحفظها ويطول في عمرها يا ربي. هنا انا كنت عندها على خاطر وطيبتها معايا عاونتني في القليان تاعها. انا حبيت نوجه لكم نصيحه يعني ما تعسلوهاش كيما تعملوها يعني كيما الطيب. لازم ضروري انكم تخلوها تعسل في التقديم، انا حبيت نعسلها باه نوريها لكم فقط. اذا احبائي نتمنى انكم تجربوا الوصفه وتنجح معكم طريقتي السهله اللي بدون جهد. لي غير نقول لكم ما تنسونيش في الجيم وتفعيل زر الجرس باه يوصلكم دائما الجديد، ودمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.